السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بأتم صحة. هنعمل النهاردة شوية سجق اسكندراني كده مع المكرونة. طريقة سهلة كده وأكلة سريعة بسرعة. هنفرم بصل جوانح ونطبخه بملح وفلفل كويس قوي. ونشوحه ونقطع السجق. الحلة دي حطينا فيها مية سخنة وملح لحد ما تغلي. واحنا كده البصلة تشويحة حلوة، مش عايزين اكتر من كده. ويا دوبك شوية صغيرين بس كده يتبل. هنقطع السجق كبير. بقول الاسكندراني هو بيبقى كبير وانا مقطعاه كمان كبير. نقلبها كده يا دوبك بس يتشوح شوية كده ونبقى ندوس عليه. شوحناهم بقى كده خالص. نجيب معلقة جامدة شوية ننزل نضغط عليه. جبنا معلقة كده جامدة نضغط عليه كويس. خلينا جوه البصل فيهم. نقطع بقى قطعتين وقرنين فلفل رومي. هو السجق متبل فاحنا مش هنحط أي تتبيلة، تمام؟ يعني هو الملح والفلفل بس في البصل، السجق بيبقى متبل كل حاجة. احنا مش عايزين نضيع طعم السجق. بعد كده هنجيب كيس صلصة ونفضيه، تمام. نقلب كده السجق نخليه حتت خالص، تبقى حتت صغيرة قوي. خليها بس يتشوح مع الصلصة 5 دقايق، وبعد كده نقطع قطعتين كبار وارمي فلفل. المية غليت ونزلت بالمكرونة. السجق اهو الصلصة اتشوحت تمام قوي كده، وريحة السجق طلعت مع الصلصة حاجة جامدة يعني. لما خلص البسبوسة كده القوطة والفلفل، قطعتين 3 كده ومع الفلفل بس. مش محتاج اي حاجة، هسيبهم بس يتموا مع بعضين شوية تكون المكرونة اتسلقت. يا بسبوسة حاضر هخلص واحط البسبوسة دي القطة بتاعتي، اول ما بتشم ريحة حاجة بطبخها بتقف تحت رجلي كده. والسجق بقى سخن، حطيت له معلقتين مضافين كده مية، معلقتين بالظبط، هما يعملوا زي صوص كده، تمام. وغلي قوي، والمكرونة ما سلقتها وصفيتها وهي سخنة من غير ما نغسلها، وهي سخنة كده عشان عايزاها تشرب من الصوص ده. نديها تقليبه ونسيبها 5 دقايق تتشرب من الصوص ومن الطعم ده. واحنا بنسلق المكرونه طبعا بنحط لها ملح، وبرده هندوقها لو محتاجه شويه ملح صغيرين ونحطها. ريحتها قلبة الدنيا. الفلفل والسجق والقوطه عاملين شغل جامد قوي، مع البصل كمان يتشوح تشويحه حلوه. على فكره لما تعملوا البصل كده وتقطعوه بالملح والفلفل وتحطوا فيه شويه حبهان بودره او فص حبهان تفتحوه وتعملوه فيها، بيدي البصل ريحه وطعم يجنن مع اي اكله. انا ما بستغناش عن الموضوع ده مع البصل بالذات. هظبط الملح واغلي فوق الحب. احنا كده ظبطنا الملح، سيبناها 5 دقايق تتقلب مع الصوص بتاعها كده.
بصي اللقمة بقى بتبقى فيها قوطة والبصل والسجق. رائعة، تحفة. السجق الاسكندراني مع الوصفة دي جميلة جدا، تجنن. الوصفة تهبل، السجق بجد طعمه خطير. رائعة، طعمها تحفة.